مر يومان دون أن يسأل عبد الرفيع شقيقه سعيد عن السبب الحقيقي وراء قدومه المفاجئ إلى سطات. صار لديه شك في صدق حكاية السيارة التي تعطلت. هل كان يسافر بلا حقيبة يضع فيها بعض الملابس؟ أكثر من ذلك، هل سيبقي على محل الخياطة الذي يملكه مغلقا؟ أسئلة من أسئلة كثيرة تدور بذهن عبد الرفيع. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. الشقيق الأصغر. في ليلة باردة من شتاء العام 2400، ليلة 6 إلى 7 من يناير في حدود الساعة 10، سمع عبد الرفيع بن عبد العاطي طرقا ببابه. كانت زوجته زبيدة قد آوت إلى فراشها منذ نحو ساعة، بينما بقي هو في الصالون يتابع شريطا وثائقيا. يسكن عبد الرفيع زنقة جبال الريف في سطات منذ أكثر من 15 سنة. يعرف جيرانه أنه أحيل على المعاش منذ عامين بعد سنوات طويلة من العمل في شركة لتوريد المعدات الفلاحية. قبل أن يبلغ الباب تكرر الطرق. من الطارق؟ قال عبد الرفيع. أنا سعيد. أدار عبد الرفيع المفتاح في قفل الباب وهو يتساءل عن السر وراء هذا القدوم المفاجئ لشقيقه سعيد من الدار البيضاء. ما أن انفتح الباب حتى اندفع الرجل إلى الداخل. انتظر أن يقفل عبد الرفيع الباب ثم ارتمى في أحضانه. لم يكن معه متاع، وهو ما أوحى لعبد الرفيع بأن قدومه في تلك الساعة المتأخرة لم يكن مخططا له، وفيما يبدو محاولة لتجنب أسئلة قد تحرجه. قال سعيد وقد بدأ يستشعر الدفء: أعرف أنني جئتك من غير موعد وفي هذه الساعة المتأخرة. سيارة صديقي الذي كنت أسافر معه إلى مراكش تعطلت، وقررت التراجع عن السفر والعودة إلى الدار البيضاء. وكما تعلم لن أجد بسهولة وسيلة نقل في هذه الساعة. ضحك ثم أضاف: وكانت أيضا فرصة لأزورك وأصل الرحم. رحب عبد الرفيع بشقيقه الأصغر، مضى إلى المطبخ وأعد شايا وجاء ببعض الحلويات. تحادث الشقيقان ساعة ونصف الساعة. فوت عبد الرفيع أكثر من نصف الشريط الوثائقي الذي كان يتابعه. أعد لسعيد فراشا ثم مضى لينام. كانت زبيدة نائمة وقد فاجأها في الصباح وجود الضيف المفاجئ. كان عبد الرفيع يظن أن شقيقه سيغادر في الصباح. ألم يبرر قدومه المفاجئ ذاك بتعطل سيارة صديقه؟ ولكن سعيد وقد اقترب الزوال لم يكن قد استيقظ بعد. في كل الأحوال يعلم عبد الرفيع أنه لن يستطيع أن يطلب من شقيقه الرحيل، ويعلم أيضا أن في مقامه معهم الذي قد يستمر أياما ما يربك إيقاع حياة زبيدة التي تعاني من مرض السكري، بما يمليه عليها من انتظام في مواعيد الأكل وأصناف المأكولات واجتناب للإجهاد. منذ سنوات بعد أن انتقل أصغر أبنائهم الثلاثة للعيش في فرنسا، اعتادت على نمط العيش الذي ينبغي أن يتبناه من هم مثلها مصابون بالسكري. مر يومان دون أن يسأل عبد الرفيع شقيقه سعيد عن السبب الحقيقي وراء قدومه المفاجئ إلى سطات. صار لديه شك في صدق حكاية السيارة التي تعطلت. هل كان يسافر بلا حقيبة يضع فيها بعض الملابس؟ أكثر من ذلك، هل سيبقي على محل الخياطة الذي يملكه مغلقا؟ أسئلة من أسئلة كثيرة كانت تدور بذهن عبد الرفيع. كان أمله كل أمله أن يرحل شقيقه دون أن يجبره على اتخاذ موقف محرج. في اليوم الثالث استيقظ سعيد على غير عادته باكرا. تناول وجبة الفطور مع شقيقه وزوجته
وادعهما قائلا إنه عائد إلى الدار البيضاء. ما كان يقلق عبد الرفيع إزاء شقيقه الأصغر أنه وقد تخطى 40 لم يفكر في الاستقرار وتأسيس عائلة. في النهاية ها هو قد رحل دون إحراج. حسب عبد الرفيع أنه أغلق قوسين في يوميات متقاعد، وظن أن حياته وزوجته زبيدة عادت إلى وتيرتها العادية. ولكن الذي حدث بعد أسبوع سيجعله يعيد النظر في كل ما اعتقده وسلم بنهايته. صباح 14 من يناير جاء إلى منزل عبد الرفيع بن عبد العاطي رجل قدم نفسه أنه مفتش من مفوضية الشرطة، وقال إنه يبحث عن سعيد بن عبد العاطي. فوجئ عبد الرفيع بالموضوع، ولما استفسر عن سبب البحث عن سعيد اكتفى الشرطي بالقول إنه لا يعلم التفاصيل. أبلغ عبد الرفيع بأن شقيقه أمضى معه 3 أيام، وأنه عاد إلى الدار البيضاء حيث يقيم. ما لم يكن عبد الرفيع يعلمه أن شقيقه سعيد غير سكنه منذ فترة ولم يبلغه بذلك، وقد علم لما تم استدعاؤه إلى مفوضية الشرطة في سطات. حتى الرقم الهاتفي الذي كان يستعمله للاتصال به من حين إلى آخر لم يعد يجيب، لعله غيره. في الأمر ما يبعث على القلق. قرر عبد الرفيع السفر إلى الدار البيضاء عله يأتي بخبر عن مآل سعيد. كان أمله كل أمله أن يجده في محل الخياطة الذي يملكه في درب غلف. وصل صباحا، كان الدكان مغلقا. انتظر حتى 10 ثم سأل صاحب الدكان المجاور، فاجأه الرجل بأن سعيد باع المحل منذ ما يزيد عن السنة، وقال إنه سيسافر إلى إيطاليا. علم من الرجل أن الذي اشترى الدكان تاجر معروف في سوق درب غلف. همس الرجل لعبد الرفيع بأن الدكان بيع بعدة ملايين من السنتيمات. لم يذكر له المبلغ على وجه التحديد، ولكن تلميحه كان يكفي لإثارة الكثير من الظنون والتساؤلات. أيقن المتقاعد أن شقيقه الأصغر الذي كان يعرفه جيدا صار لغزا محيرا. قبل أن يقفل عائدا إلى سطات عرج على سكنه القديم. في المنزل سكان آخرون لا يعرفونه. كانت رحلة بلا فائدة. صار سعيد بن عبد العاطي مبحوثا عنه. سيعلم عبد الرفيع لاحقا أن شقيقه تسبب في حادثة سير على الطريق بين برشيد وسطات أودت بحياة شخصين وتسببت في جرح 3 آخرين، وأنه لاذ بالفرار. المعلومات التي توفرت للدرك مصدرها صديق لسعيد كان يسافر معه وأصيب هو الآخر بجروح، هو من دلهم على وجود شقيق له في سطات. لم يتوصل عبد الرفيع إلى معلومات أخرى حول ظروف الحادثة. انقضت 3 أشهر أو ما يقرب من ذلك لما رن هاتف منزل عبد الرفيع. في الجانب الآخر صوت يعرفه. كان المتصل هو سعيد. قال إنه في إيطاليا، وفجأة انقطع الاتصال. كان محجوبا الرقم الذي اتصل منه. ظل عبد الرفيع يأمل أن يعاود شقيقه الاتصال، ولكنه لم يفعل. في كلماته ما يؤكد ما قاله جاره القديم في درب غلف. يستغرب أن شقيقه لم يحدث له ذكرا عن حلمه الإيطالي ذاك، وقد ظن أنه ربما اختار السفر إلى إيطاليا بشكل مفاجئ ولأسباب لا يعلمها أحد سواه حتى الآن. كان يود لو يعاود الاتصال فيبلغه بأنه مطلوب لدى الدرك، وأنه الأفضل له أن يقدم نفسه. كان يود لو يستطيع فعل ذلك، ولكن سعيد لم يتصل وانقطعت أخباره. حاول عبد الرفيع جاهدا أن يضع عن عاتقه هم شقيقه الذي صار لغزا غامضا. لم يعد يثير أمره مع زبيدة زوجته ولا مع أي كان، فسعيد ليس طفلا قاصرا ويستطيع أن يتحمل مسؤولية أفعاله، وإذا ما احتاج إلى نصح أو مساعدة فعليه أن يتصل. في الحياة أشياء أجدر بالاهتمام من مشاكل سعيد. كانت تلك هي الخلاصة التي انتهى إليها عبد الرفيع وهو يخرج إلى التطبيق قراره بعدم الانشغال بما لا يعنيه. أخيرا
أحس بأن حياته بدأت تستعيد وتيرتها العادية. مرت عدة أشهر. في غشت من العام 2004 توصل عبد الرفيع برسالة من إيطاليا لم تكن تحمل اسم باعثها، ولكن الطابع البريدي دل على مصدرها. كانت رسالة من سعيد. لحظتها فقط أيقن عبد الرفيع أن شقيقه يوجد في إيطاليا. يعتذر عن الإزعاج الذي قد يكون تسبب فيه، ويأمل أن تجده تلك الرسالة هو وزوجته في صحة جيدة. عدا ذلك فقد طلب عنوان رضوان الابن الأصغر لعبد الرفيع في فرنسا. قال إنه سيحاول زيارته. لا شيء آخر يذكر في تلك الرسالة. وقد فهم عبد الرفيع من الاعتذار الذي قدم به سعيد لرسالته المقتضبة تلك أنه قد يكون على علم بأنه مطلوب لدى مصالح الأمن، ولكن لا شيء من ذلك في حكم مؤكد. تردد كثيرا. ما يطلبه سعيد قد يخلق متاعب لرضوان. ينبغي أن يظل الشاب مركزا على دراسته وبناء مستقبله، ولا حاجة له بمشاكل عم يكاد لا يعرفه. كذلك قال عبد الرفيع. وكذلك قرر أن لا يرد على رسالة سعيد. الأفضل له أن ينسى القصة. ما بقي من العمر ينبغي أن يستثمر فيما هو مجد ومفيد. كثيرا ما كان يردد هذه العبارات. في العام 2008 في يونيو سيعلم أن الشرطة ألقت القبض على سعيد في باب سبتة. تم تقديمه إلى النيابة العامة وأودع السجن في تطوان. لحظة اعتقاله سلم الذي كان يسافر معه الرقم الهاتفي لعبد الرفيع، وطلب منه الاتصال به وإبلاغه بأنه اعتقل في باب سبتة. لم يكن بمقدور المتقاعد أن يتجاهل نداء شقيقه ولو كان مخطئا. في تطوان أبلغ بأن سعيد سيرحل إلى سطات ليحاكم في ملف التسبب في حادثة سير والفرار وتهريب مخدرات. كانت المرة الأولى التي يكتشف فيها عبد الرفيع أن شقيقه كان في رحلة تهريب للمخدرات يوم جاء يطرق بابه في تلك الليلة الباردة من شهر يناير من العام 2004. أنكر سعيد معرفته بوجود الحشيش على متن السيارة، ولكنه لم ينكر أنه كان الممسك بالمقود لحظة وقوع الحادثة التي تسببت في مقتل شخصين وجرح 3. وكل له محام للدفاع عنه. في المرتين اللتين زاره فيهما في السجن كان سعيد يقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يكن يعلم بوجود المخدرات في تلك السيارة، وأن صاحبها هو صديقه الذي جرح في الحادثة، وقد أراد أن ينتقم منه بأن ألصق به التهمة. كانت كلمات نطقها سعيد ولم يعرها عبد الرفيع كبير اهتمام. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون. ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.